تعالوا النهارده بقى نعمل احلى طبق كشري مصري بيتي ممكن تجربوه. اول حاجه عندي كميه من البصل مقطعها جوليان بحجم رفيع، تبلتهم برشه من الملح والكمون ومعلقه من الدقيق، وهنزل بيهم في زيت غزير على درجه حراره متوسطه وحمره لغايه لما ياخد اللون الجولد. والزيت ده اللي هنستخدمه في كل خطوات الكشري بتاعنا. تنقع العدس بقى من قبلها ب4 ساعات، ونزلت بيه في ميه مغليه مع 3 فصوص من الثوم ومعلقه صغيره من الكمون والملح. هسيبه يستوي ربع ساعه بس، بعد كده هصفيه من الميه دي وهنزل بيه في طاسه مع شويه من زيت البصل ورشه من الملح والفلفل الاسود والكمون، وهقلبه لغايه لما نوصل للشكل ده. وللصلصه نزلت بربع كوبايه من زيت البصل، معلقتين كبار من الثوم المفروم هشوحهم لغايه لما ريحتهم تطلع، بعد كده اخد منهم شويه على جنب للدقه. هنزل على باقي الثوم ب3 معالق كبار من الخل، معلقه كبيره من معجون صلصه طماطم، ولتر من عصير الطماطم، وهتبله بقى بالتوابل اللي كاتباها لكم تحت، وهسيبها تغلي حوالي غلوتين بس على النار. وللرز اخدت ربع كوبايه من زيت البصل، اتحمرت فيهم كوبايه من الشعريه، ونزلت عليها بكوبايه من الرز المصري مغسول، وبعد كده شوحتهم مع بعض ونزلت بالتوابل، وهتلاقوا كل التفاصيل مكتوبه تحت. عشان نسلق المكرونه في حله فيها ميه بتغلي، نزلت بمعلقه كبيره من الملح ومعلقتين كبار من زيت البصل، وهسلق نوعين من المكرونه. وبعد ما تتسلق هنزل عليها بمعلقتين كبار من زيت البصل، هقلبهم كويس جدا علشان ما تلزقش. وللدقه نزلت بالثوم اللي كنت شايلاه على جنب مع ربع كوبايه من الخل وعصير الليمون والتوابل اللي كاتباها لكم تحت، وزودتهم كوبايه من الميه، وكده الدقه جاهزه. وللشطه الزيت نزلت بربع كوبايه من زيت البصل، معلقتين كبار من الشطه، قلبتهم لغايه لما وصلوا للون ده. بعد كده نزلت بكبشه من صلصه الكشري، وفي الاخر نزلت بربع كوبايه من الدقه بتاعه الكشري. وعلشان نقدم احلى طبق كشري انا بحط الرز في الاول وعليه المكرونه وفوقيهم العدس، وفي الاخر بحط البصل. ودي الشطه الزيت شكلها خطير وزي بتاعت بره بالظبط واحلى كمان. ممكن تعملوا حمص معاه، بس احنا مش بناكل الحمص مع الكشري فعشان كده ما عملتوش. جربوه، استنى رايكم.